حكايتنا النهاردة غريبة شوية. تخيل بنت مولودة طبيعية وفجأة جسمها يقشر ويطلع لها ديل سمكة. ما تستغربوش، هو ده اللي حصل لها فعلا. ويلا بينا عشان نعرف الحكاية من البداية للنهاية. بس يا ريت قبل ما اقول تعملوا سبسكرايب للقناة وتدوسوا لايك عشان الفيديو يظهر، وكمان تقولوا لنا رأيكم اللي بيكون حلو زيكم. ودلوقتي يلا بينا عشان نعرف الحكاية. والحكاية بتقول ان البنوتة دي اسمها ميا وعندها 15 سنة، بس بدأ يحصل لها حاجات مريبة وغريبة. يعني بدأت تاكل سمك كتير جدا مع انها ما كانتش بتحبه، وكمان صوابع رجلها لزقت في بعضها. ومش بس كده، ده في خياشيم سمك ظهرت في جسمها، وكمان جلدها بدأ يقشر. طبعا الكلام ده يخلي الواحد يقشعر وما يبقاش فاهم هي ايه الحكاية بالظبط. البنت دي من وهي صغيرة كانت بتحب تقف قصاد البحر، وكانت بتحس براحة قصاده، لكن بسبب ظروف شغل باباها كان لازم ينقله لمدينة تانية. لكن اللي حصل ده كان مخليها مش مبسوطة ومتضايقة. في المدرسة كان في مجموعة بنات لفتوا نظرها وكانت عايزة تتعرف عليهم، لكن واحدة صاحبتها مسكتها من ايديها وشدتها وقالت لها ان البنات دول مش كويسين. لكن ميا ما بتسمعش كلام حد وصوتها من دماغها، عشان كده فكرت ازاي تقرب منهم، فاخترعت حجة وراحت لهم، لكن ما كانتش متوقعة انهم هيتجاهلوها ومش هيعبروها. روحت البيت وهي متضايقة وزعلانة. وتاني يوم وهي رايحة المدرسة ميا لاحظت ان في قطة ماشية وراها ومش سايباها. ولما دخلت الفصل لقت المدرس كان بيعلن عن رحلة، وميا طلبت منه تروح معاهم عشان تقرب من شلة البنات اياهم. بصراحة امرها عجيب، حتى بعد ما كسفوها برضه مصممة. المهم انها انضمت لهم وبقت واحدة من شلة جينا، وده عشان كانت حابة تتصرف زيهم بحرية. لما رجعت البيت شافت السمكة الذهبية، وفجأة حست انها وجبة شهية، فقربت على الحوض وخدتها. لكن بعد ما كلتها حست بقرفة شديدة. ميا عشان تبقى واحدة من الشلة بدأت تغير طريقة لبسها ونزلت عشان تسرق معاهم. هم ما كانوش محتاجين، بس هو نوع من انواع الروشنة وعشان يكونوا مبسوطين. لما ميا رجعت البيت دخلت تاخد دش، بس لاحظت ان صوابع رجلها لازقة في بعضها، وده خوفها جدا. وفكرت ميا تقول لمامتها على اللي حصل لها، لكن في نفس الوقت دخلت لها مامتها وسألتها عن السمكة الذهبية. ولما قالت لها انها رميتها في الحمام، مامتها زعقت لها وقالت لها اللي عملتيه ده جنان، وضربتها. ساعتها ميا قررت انها مش هتقول لها وهتتعامل مع اللي بيحصل لها لوحدها. تاني يوم ميا راحت لدكتورة جلدية عشان تسألها وتاخد رأيها، بس الدكتورة قالت لها ان اللي عندها ده تشوه خلقي وسهل يتعالج بعملية جراحية. لكن ميا فاجئتها لما قالت لها انها مش مولودة كده، الموضوع ده جديد عليها، وان صوابع رجليها كانت طبيعية. الدكتورة لما سمعت كده قررت تعمل لها شوية تحاليل. بعد ما الدكتورة خدت منها عينة الدم، ميا شافتها وهي بتتكلم في التليفون، وكان باين عليها انها متوترة وبتتعامل معاها على انها مش طبيعية، وده اللي خلى ميا تخاف وتقوم تجري. لكن وهي بتجري وقعت على الارض، ومن كتر الالم كانت عمالة تعيط. لما روحت البيت طلعت ألبوم الصور بتاع مامتها وباباها عشان تحاول تعرف هي المشكلة اللي عندها مشكلة وراثية ولا لا، لكن ما لقيتش حاجة. ميا راحت سألت مامتها عن صور ليها وهي حامل فيها، لكن مامتها جاوبتها بطريقة غريبة وكأنها مش عايزة تتكلم في الموضوع. ميا بقت عمالة تفكر هو باباها ومامتها اتبنوها وهي مش بنتهم، وأفكارها كانت كلها متلخبطة. ميا عملت حاجة أول مرة تعملها، وهي إنها كلمت ولد على الإنترنت فترة طويلة، وبعد كده طلبت منه إنهم يتقابلوا. ولما حكت للشلة إياها شجعوها. وبعدها ميا راحت معاه الفندق، لكن وهم في الأوضة الولد شاف علامة غريبة في جسمها، ولما حاول يقرب منها ويسألها على العلامة دي زقته جامد ومشيت وسابته. البنات اللي مش تمام لما عرفوا إنها مشيت من الفندق وما كملتش اليوم معاه بصولها بصة كده مش حلوة، اللي هو انتي مش زينا، وسابوها ومشيوا. ميا قررت إنها لازم تتخلص من اللي في رجلها. اشترت مقص وكريم أساس، وبدأت تفك التشابك اللي بين صوابعها وتدهن رجليها بكريم الأساس عشان تداري البقع الزرقاء اللي في رجلها، عشان ما حدش يستغرب منها لما يشوفها. العلامات اللي في جسم ميا بدأت تزيد، وده اللي خلاها على طول تلبس بناطيل عشان تداري جسمها. وحتى أهلها كانوا ملاحظين إن أكلتها زادت جدا وكانوا مستغربين. في يوم بالليل ميا خرجت مع شلة البنات الفاسدين وشربوا كتير لحد ما سكروا، وبعدها ميا وجينا روحوا مع بعض البيت. وجينا زورت امضة والد ميا اللي هي بخصوص الموافقة على الرحلة، وفعلا تاني يوم ميا قدمتها وطلعت معاهم الرحلة، وما كانتش بترد على أي اتصال من مامتها. لما وصلت ميا الرحلة كانت تعبانة، ولما دخلت الحمام لقت إن العلامات الزرقاء اللي في جسمها كترت وما كانتش عارفة تعمل إيه. ولما رجعت البيت مامتها وباباها زعقوا معاها عشان عرفوا إنها راحت الرحلة من وراهم، لكن هي ما كانتش قادرة ترد عليهم ودخلت أوضتها. ومن شكلها وطريقتها باباها فكر إنه يعرضها على دكتور نفساني. تاني يوم ميا لما صحيت لقت في جلد مقشر من جسمها واقع على الأرض، وده اللي خلاها تتخض وتلمه وتخبيه قبل ما حد يشوفه. لما راحت المدرسة كانوا في حصة التشريح، والمدرسة كانت بتشرح تشريح السمكة، لكن بعد ما الحصة خلصت ميا ما قدرتش تمنع نفسها من إحساسها إنها عايزة تاكل السمكة، وفعلا هجمت عليها وكلتها. لكن ما كانتش واخدة بالها إن في واحدة من صحباتها واقفة وشافتها، ولما خدت بالها جريت عليها ومن رقبتها مسكتها ونبهت عليها ما تقولش لحد عن اللي شافته أحسن لها. في نفس اليوم ميا وجينا راحوا البيت ودخلوا أوضة مامتهم، وده عشان يدوروا على أي ورق يعرفوا إذا كانت هي فعلا بنتهم ولا متبنيينها. وبعد ما دوروا لقوا ورق بيثبت إن ميا مش بنتهم وإنهم متبنيينها. ولما
فكت مامتها بالكلام ده انكرت واتخانقت معاها. تاني يوم مامتها وباباها خرجوا وهي رفضت تخرج معاهم. مامة ماي كانت جابت سمك ذهبي تاني بدل السمكه اللي ماي كلتها، لكن هي برضه ما قدرتش تقاوم شهيتها وكلتهم. في نفس اليوم بالليل ميا خرجت مع جينا والشله اياها، وكانت جينا بتغرق في حمام السباحه ومحدش كان عارف ينقذها، لكن صاحبتها ميا جريت ونطت وانقذتها. ولما دخلت الحمام لقت ان في خياشيم كتيره موجوده على جسمها، وده اللي وضح لها هي ازاي كانت بتتنفس بسهوله تحت الميه. رجل ميا بقت سودة جدا، ولما شافتها جينا وهي بتحاول تقشر الجلد الزايد كانت خايفه وحاولت تقنعها انها توديها المستشفى، لكن ميا طلبت منها تسيبها لوحدها، وبعدها قعدت تعيط عشان حست ان الناس بدات تعرف حكايتها واللي بيحصل لها. بعدها ميا حالتها ساءت وشربت كتير، وده اللي خلى الشباب اللي كانوا موجودين حاولوا يغتصبوها، بس جينا انقذتها على اخر لحظه. واثناء اللي حصل ده كل الموجودين شافوا رجل ميا اللي شكلها ولونها كان غريب، وده اللي خلاها انهارت اكتر وجريت على البيت. ولكن لما رجعت البيت لقت ان رجلها لزقت في بعض وخلاص مش عارفه تمشي، وما كانتش قدامها غير الانتحار. تاني يوم لما صحيت لقت ان رجلها اختفت وتحولت لديل سمكه، وكانت عماله تعيط عشان حاسه انها محتاجه ميه في اسرع وقت. فضلت تسحب في البيت لحد ما وصلت الحمام وملت البانيو كله ميه، وبعد شويه حست انها بقت احسن، لكن البيت كله كان مليان ميه، وده اللي خلاها تسحب تاني لحد اوضتها، وكانت مبسوطه انها في الميه. بعد كده اتصلت بجينا صاحبتها، ولما جت وشافتها ما كانتش خايفه منها، بالعكس شدتها وساعدتها وكمان حطتها في عربيتها عشان توصلها لحد الشط. بعدها ميا اتصلت بمامتها عشان تسمع صوتها لاخر مره من غير ما تقول لها اي حاجه. على الشط ميا وجينا حضنوا بعض واتفقوا انهم هيتقابلوا هنا كل شهر عشان يشوفوا بعض، وميا بدات تزحف لحد ما نزلت الميه وحست ان هو ده مكانها الطبيعي اللي المفروض تعيش فيه. وحكايه النهارده خلصت. لو لحد هنا لسه مكملين فحقيقي كنتم منورين، واستنوني في حكايه فيلم جديد، لكن هفكركم تاني بالسبسكرايب واللايك وتفعلوا زر الجرس عشان لسه في حكايات حلوه قوي جايه.